السيد الرئيس، السادة النواب، السادة الوزراء، السلام عليكم. كان بودي نجي اليوم بتقديم اقتراحات، ولكن بعد ما سمعت الخطاب تاع الوزير الأول جاب لي ربي ماناش عايشين في نفس البلاد ولا في نفس الزمن. السيد الوزير الأول، في هذه السنوات الأخيرة الجزائر عرفت كوارث طبيعية كما زلزلة شلف، بومرداس، والفضيانات تاع باب الواد وغردايه. ولكن الزلزله اللي ما عندهاش رقم في ليشيل دو ريشتر هي زلزله الفساد والرشوه اللي خلقتوها انتوما. 98% تاع الميزانيه تاع بلادنا جات من البترول والغاز. هذه الخيرات ما عندكم حتى دخل فيها، جاتنا من عند ربي سبحانه. هذه ثروات اللي المفروض يستغلها ويستفاد منها الشعب صبحت وللأسف في يد بعض المسؤولين، حتى وصلت بلادنا اليوم تمثل بالبقرة تاع اليتامى. اشربتوا الحليب وحدكم وبعتوا البقرة والشعب يشوف لا حيا لا دين. سيد الوزير الأول، في هذه القاعة العام اللي فات وفي مثل هذه الوقت تكلمت على الرشوة والاختلاس اللي راهي فايضة في البلاد. الجواب انذاك تاع الوزير ديالكم كان هذو الناس تاع الار سي دي فوضويين، الجزائر بخير والرشوه غير موجوده. شهر من بعد فضحكم ربي حتى صبحت كل الجرايد الوطنيه وحتى الدوليه تتكلم على فضايح سوناتراك، لوطوروت است واست، لو مترو دالجي، فضيحه لي شومان دفار، الاستعمال تاع لي بنك بيبليك بور فينونسي لي بروجي تاع ولادكم وصحابكم، فضيحة اير الجيري وين لو 5 نوفمبر ما تنجمش تحط لي زافيون ديالها في لي زاوروبور تاع اوروبا. والفضيحة الكبيرة قولوا لنا وين تتعاودوا لابارتي اس تاع لوطوروت اشحال تسقام لكم وفي ظرف شحال من الوقت تكملوها. والرد تاع الرئيس الجمهورية على كل هذه الفضايح هو تعديل رمزي في الحكومة الحالية. الغريب لما تدخلت العدالة في هذه الملفات مدت للحبس إلى لي سيكوريتير جينيرو وبعض الإطارات. Comme toujours, il n'y a que les petits qui sont sacrifiés dans notre pays. والمسؤولين السياسيين المذنوبين يتجولون بين ماريكان فرنسا وانجلترا. الحقيقة ما رجعوا إلى بلادهم الأصلية. Ce sont des coopérants techniques. في نفس الوقت العدالة الجزائرية كانت مجندة في عين الحمام ويغزر مقران ضد بعض الشبان اللي الذنب الوحيد ديالهم النكلة ورمضان. السيد الوزير الأول، ماذا تقولون على بعض المسؤولين اللي كلاو رمضان وشعبان، اللي كلاو الرمل تاع الويدان، اللي كلاو سوناتراك، اللي كلاو القدرون وشربوا حتى الدم تاع الشهداء؟ كل هذه الأشياء اللي هي حلال عليكم وحرام على الشعب. السيد رئيس المجلس، السيد الوزير الأول، في الأشهر الأخيرة ناضت ضجة إعلامية ليس لها مثيل منذ الاستقلال ضد كتاب تاريخي كتبه الدكتور سعيد سعدي يتكلم على حياة ونضال واستشهاد العقيد عميروش. في هذا الكتاب يتكلم كذلك على حبس الجثمان العقيدين سي الحواس وسي عميروش من طرف الرئيس الجمهورية آنذاك. شيء اللي هو غير مقبول بالنسبة لنا لما لاحظنا باللي ما فيش مسؤول وطني واحد إلى سعيد سعدي اللي يندد بهذه الجريمة لا إنسانية. لا نون دينونسياسيون دون كريم ايت ان كريم. السيد الوزير الأول، بعد ما زكيتوا هذه الجريمة حليتوا الباب لكل الخونة باش يصفيوا حسابات سياسية مع الشهداء. ما هو تفسيركم لما قبلتوا تنحيوا اسم بن خدة من الجامعة الجزائرية؟ ما هو تفسيركم لما قبلتوا تنحيوا اسم الشهيدة ملكة قايد من ثانوية الحراش؟ وعلاش ما بدلتوش الاسم تاع الايروبور تاع تلمسان واليونيفرسيتي تاع باب الزوار؟ وفي الاخير كيفاش قبلتوا للرئيس بلديه تاع الجي سونتر وهو من الحزب ديالكم باش يسمي مزبله باسماء الشهداء؟ ها هي مزبله باسم احمد زبانه، ها هي مزبله باسم حسيبه بن بوعلي، وها هي مزبله باسم عبان رمضان. السيد الوزير الاول، كنايب لولايه تيزوزو،
اسمحوا لي باش نعلمكم بالجو اللي هو موجود في هذه المنطقة اللي تسمى منطقة القبائل. اولا الدولة غير موجودة، ثانيا الارهاب ما زال يقتل، ثالثا لا مافيا ما زالت تنحي في الرمل تاع الواد سيباو، وخاصة في منطقة بوعيد قدام ربي وعباده والجدرمية. رابعا ما كاش شهر وين ما فيش كيدنابينغ. خامسا فيما يخص الحريات السياسية، أنا كنايب المعارضة ممنوع عليا باش نجوز في التلفزة أو في الإذاعة تاع بلادي، وفي نفس الوقت سي حطاب، وفي نفس الوقت سي حطاب وأصحابه نشوفوهم كل حشية يفتيو ويعطونا دروس في الأخبار. سيد الوزير الأول، حتى واحد ما يقدر يقنعني بأن ما فيش حرب اقتصادية سياسية وثقافية ضد هذه المنطقة. Sinon, comment pouvez-vous nous expliquer le blocage du financement du PNUD pour la ولاية de Tizi Ouzou؟ فهمني كيفاش كي نجي من وجدة إلى العاصمة ندير 3 سوايع ونص في الطريق، ومن تيزي اوزو إلى العاصمة ندير 4 سوايع. هذه السياسة يا سيد الوزير الأول، هذه السياسة يا سيد الوزير الأول عندها اسم واحد، هي سياسة تفرقية وإجرامية. وفي الأخير نعلمكم ببعض التصرفات تاع رجال الأمن في دائرة طائف حنن وين شرطي في ظرف عام ب 47 سيارة. إن شاء الله برك ما هذو السيارات ماهوش مسروقين. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد حمودة.